السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وانتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم. طبعا يا صبايا رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم رح شارك معكم الكبسة السعودية، وكمان رح نحكي قصة جديدة، وبتمنى هاي القصص اللي عم أحكي لكم إياها بتكون عم تعجبكم. طبعا اليوم يا صبايا رح نحكي قصة اختفاء صبية اسمها مريم. كانت مريم فتاة هادئة تعمل في مكتبة قديمة في أطراف المدينة. لم يكن أحد يعرف الكثير عنها سوى أنها تحب قراءة الروايات الغامضة، وتجلس كل مساء قرب النافذة تكتب شيئا في دفتر أسود صغير. في صباح يوم قائم وصلت زميلتها سارة إلى المكتبة، لكنها لاحظت أن الباب مفتوح والأنوار مطفأة. على الطاولة كتاب مفتوح على صفحة مكتوب فيها بخط مريم: إن لم أعد قبل الغروب فلا تفتشوا عني. ظنت سارة أنها مزحة من مريم، لكن مريم لم تعد في ذلك اليوم ولا في اليوم الذي بعده. أبلغوا الشرطة وبدأ البحث في كل مكان. لم يعثروا على أثر لها سوى حقيبتها قرب البئر القديم خلف المكتبة، والدفتر الأسود مبلل بالماء. عندما فتح الدفتر كانت الصفحة الأخيرة مكتوب فيها: لقد سمعت الهمس من داخل البئر، إنهم ينادون اسمي. بعد أسبوع من نفس الموعد الذي اختفت فيه مريم، سمع صوت خافت من داخل البئر ينادي: مريم، لا تفتح الغطاء. ومنذ ذلك اليوم لا أحد يقترب من المكتبة بعد الغروب. بعد مرور شهر على اختفاء مريم، لم تستسلم صديقتها سارة. كانت تشعر أن صديقتها مريم ما زالت على قيد الحياة، وأن السر في البئر القديمة خلف المكتبة. في ليلة هادئة عادت سارة إلى نفس المكان، تحمل بيدها مصباحا صغيرا والدفتر الأسود الذي تركته صديقتها مريم. عندما اقتربت من البئر سمعت صوتا يخرج من البئر. نظرت سارة داخل البئر فرأت شيئا يلمع في الأعماق. نزلت بحذر مستخدمة حبلا قديم حتى لامست الماء البارد. فجأة انزلقت قدمها وسقطت في الظلام، لكنها لم تسقط في ماء بل على أرض جافة مضاءة بضوء خافت قادم من الأعلى. كانت هناك غرفة حجرية تحت الأرض، وعلى الجدار رموز غريبة. وفي الزاوية كانت مريم تجلس بهدوء، عيناها مفتوحتان، لكنها بدت كأنها في غيبوبة. عندما اقتربت منها سارة فتحت مريم عينيها ببطء وقالت بصوت خافت: لقد وجدت الطريق، لكنه لا يسمح لنا بالمغادرة. ثم اختفى الضوء وعم الظلام. وفي الصباح عندما جاءت الشرطة بعد أن لاحظوا غياب سارة أيضا، وجدوا البئر مغلقة، وعلى حافتها كانت هناك صفحة جديدة من الدفتر الأسود مكتوب فيها: الآن نحن اثنتان. عندما أغلق البئر في تلك الليلة لم يدرك أحد أن سارة ومريم كانتا داخل البئر. استيقظت سارة على ضوء أزرق خافت. المكان يشبه ممرا طويلا محفورا في الصخور، والجدران مغطاة برموز لا تشبه أي لقا. سمعت صوت مريم خلفها تقول بهدوء وكأنها تعرف هذا المكان منذ زمن: هذا هو الممر الذي وجدته في الليلة الأولى. حين سمعت النداء من البئر لم أستطع الخروج منذ ذلك الحين. حاولت سارة أن تجد طريقا للخروج من هذا المكان، لكنها كلما سارت أكثر بدأ الممر يطول، وفجأة ظهر أمامهما باب حجري عليه رمز كأنه عين مفتوحة. اقتربت مريم ولمست الرمز، فانفتح الباب ببطء وخرج منه هواء بارد كالجليد. خلف الباب كانت غرفة دائرية فيها مرآة كبيرة معلقة على الحائط،
لكنها لم تعكس صورتهما، بل أظهرت مشهدًا آخر: المكتبة من الأعلى، ورجل قريب يقف فوق البئر يقرأ من دفتر أسود جديد. قالت مريم بصوت مرتجف: كل من يقرأ من الدفتر يفتح له الباب إلى هنا. ثم بدأت الجدران تهتز، والمرآة تتشقق، وخرج من الشقوق ضوء أبيض قوي قمر الغرفة بكاملها. وفي صباح اليوم التالي وجد حارس المكتب الدفتر الأسود مغلق بإحكام على طاولة المكتب، وعليه كتابة جديدة لم تكن موجودة من قبل: لا تفتحه لقد خرجنا. وبعد 3 أيام وصل رجل إلى المدينة يدعى خالد، محقق مختص في القضايا الغامضة. جاء بعد سماع قصة اختفاء سارة ومريم وعن الدفتر الملعون. دخل المكتب بعد منتصف الليل حاملا مصباحا صغيرا. كانت الأرفف مغطاة بالغبار والهواء ساكن كأن المكان لا يتنفس. اقترب من الطاولة ورأى الدفتر الأسود عليه بصمة يد غريبة محفورة في الغلاف. فتح الصفحة الأولى بحذر فوجد سطرا مكتوب فيه: خالد، كنا ننتظرك. تجمد الدم في عروقه. تابع القراءة فبدأت تظهر كلمات تتشكل من تلقاء نفسها: من يقرأ هذه السطور سيصبح القارئ الثالث، والباب سينفتح من جديد. وفعلا سمع صوت البئر في الخارج يفتح ببطء. خرج إلى الخلف والهواء أصبح باردا جدا. نظر داخل البئر فشاهد انعكاس وجهه في الماء، لكن بجانبه ظهرت صورتان، هما مريم وسارة، تتبسمان له بهدوء. قالت مريم بصوت خافت يأتي من الأعماق: الآن الدور عليك يا خالد. أحدنا يجب أن يبقى ليغلق الباب. بدأت البئر تضيء من الداخل، والدفتر في يد خالد يحترق من تلقاء نفسه. صرخ خالد وألقى الدفتر في البئر. لحظة واحدة فقط، ثم انطفأ الضوء وأغلق البئر تماما. خرجت سارة ومريم من البئر. وهيك يا صبايا كانت نهاية قصتنا. بتمنى أنه تكون عجبتكم. وطبعا يا صبايا اللي حابة تكبر قناته وتحقق شروط اليوتيوب، أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، أنتي في المكان الصح مع مجموعة الصدق والتعاون. دعم حقيقي ومجاني، دعم من فرنسا. أهلا وسهلا بالجميع. ولهون يا صبايا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ما تنسوني من الاشتراك ومن اللايك وتعليق حلو مثلكم. استودعتكم الله الذي لا